بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، وصلاة وسلاما على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي المصطفى. أما بعد، النهاردة من موعدنا مع محاضرة الأخيرة في مادة الكالكولاس، أو اللي قبل الأخيرة في المراجعة بتاع الكالكولاس. النهاردة بإذن الله هنراجع التفاضل وما قبل التفاضل، هنراجع كل المنهج إلى ما قبل التكامل. وهنراجع على كل جزئية، وهنوريك ازاي تحل الأسئلة دي بالآلة، أو ازاي يعني تحل في الامتحان لو سؤال وقف معاك معرفتش تحله، ازاي ممكن تحله بالآلة، أو ازاي تطلع من الاختيارات الإجابة. تمام. فإن شاء الله يعني المحاضرة مش هتكون لو أنا هعلمك من البداية، لأ، أنا هعلمك ازاي تحل في الامتحان عشان لما تيجي تحل تعرف تحل. تمام. في البداية ما تنساش تصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. أول جزئية عندك خدتها في المنهج يا باشمهندس، حل المتباينة. تمام. بس هنا نغير اللون. حل ايه؟ المتباينة. تمام ماشي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك 16 اصغر من او تساوي 7 زائد 3 اكس. هنعمل ايه يا باشمهندس؟ اقول لك يا باشمهندس، اول حاجة بنكتب ايه؟ بنكتب 16. هنكتب السؤال زي ما هو، اصغر من او يساوي 7 زائد 3 اكس. انا عايز الاكس يا باشمهندس في طرف لوحدها. تمام. هعمل ده ازاي؟ السبعة جنبها وأديها جنب التاني ايه؟ بعكس الإشارة. يعني هتبقى ايه؟ هتبقى 13، هتبقى 16 ناقص 7 أصغر من أو تساوي 3 إكس. يعني كام؟ 16 ناقص 7 يدينا كام؟ هيدينا 9 أصغر من أو تساوي 3 إكس. هل الإكس بقت في طرف لوحدها يا باشمهندس؟ لا، لسه جنبيها 3. اللي مضروب فيا هنوديه جنب التاني ايه يا باشمهندس؟ هنوديه جنب التاني مقسوم. 9 على كام؟ على 3 هيدينا كام؟ هيدينا 3 اصغر من او تساوي الاكس. يعني الاكس كده اصغر، الاكس كده اكبر من او تساوي التلاتة. معذرة. يعني من اول التلات، يعني الاكس ممكن تساوي من اول التلاتة لحد ايه؟ لحد ما لا نهاية. نحط هنا ما لا نهاية اهي، وهنا ايه؟ التلاتة. يعني الاكس الفترة دي كلها. تمام. فانا عايزك تبقى فترة اعملها ايه؟ طبعا هنا اكبر من او يساوي، فهنعمل فترة مقفولة. نعمل كده ونكتب هنا 3، ونكتب هنا ايه؟ ما لا نهاية. والما لا نهاية طبعا يا باشمهندس بتبقى مفتوحة. تمام. نخش على السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك ايه؟ 2 اكس ناقص 5 جوه مقياس اصغر من او تساوي 7. احل السؤال ده ازاي يا باشمهندس؟ هنا في مقياس. هقول لك يا باشمهندس نزل اللي جوه المقياس زي ما هو، 2 اكس ناقص 5. دي كام؟ اصغر من او تساوي 7. هنزود ايه يا باشمهندس على السؤال ده؟ حسنا المقياس هنكتب اكبر من او تساوي نفس الرقم اللي هنا بس باشاره سالبه، سالب 7 يا باشمهندس. طب وبعدين هنعمل ايه؟ عايزين الاكس في طرف. هنا في -5، المره اللي فاتت ودينا وديناها بجنب التاني بعكس الاشاره. طب هنا في جنبين، فهنوديها في الطرفين بعكس الاشاره. يبقى -5 هتروح الجنب التاني بكام؟ بموجب 5. -7 ناقص -7 زائد 5 يدينا كام؟ -2 يا باشمهندس على الآلة معاك. اصغر من او تساوي 2 اكس، والخمسة راحت الجنب التاني. لما نودي 5 و7 يدينا كام؟ 12 يا باشمهندس. معانا دي كام؟ معانا 2. هنقسم على الاتنين في كلا الطرفين. تمام. هيدينا هنا -1 اصغر من او يساوي الاكس، واكبر من، والاكس اصغر من كام؟ اصغر من ال 12. 12 على الاتنين يدينا 6. يعني الاكس محصورة في الفترة دي، من الفترة من كام لكام؟ من -1. يبقى اكس تنتمي للفترة من -1 إلى كام؟ إلى 6 يا باشمهندس، مقفولة من كلا الطرفين. تمام. ده حل السؤال التاني بتاع ايه؟ بتاع حل متباينة. بعد كده دخلنا على جزئية ألا وهي إيجاد المجال الدومين. بنجيب الدومين ازاي يا باشمهندس؟ كل القيم اللي ينفع نعوض مكان الاكس بيها. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه القيم اللي ينفع نعوض، ايه القيم اللي ممكن تطلع لنا هنا؟ اي رقم تحت الجذر بصفر او موجب معانا. لو طلع معانا تحت الجذر بسالب يبقى الرقم ده مش معانا. فبنجيب الدومين ازاي؟ هقول لك يا باشمهندس، ده تحت الجذر، المفروض الجذر يطلع بايه؟ يطلع بصفر او موجب. فهنعمل ايه؟ هنكتب اللي تحت الجذر 2 اكس زائد 3 مالهم اكبر من او يساوي الصفر.
تمام تمام. انا عايز الاكس مالها في طرف لوحدها، هعمل ده ازاي؟ دي تلاتة مجموعة عليها هتروح الجنب التاني مطروحة، يبقى الاتنين اكس اكبر من او تساوي سالب تلاتة. تمام تمام. وبعدين اتنين اكس اكبر من او تساوي كام؟ سالب تلاتة. هنا في اتنين مضروبة هتروح الجنب التاني مقسومة يا باشمهندس، يبقى الاكس اكبر من او تساوي سالب تلاتة على الاتنين. يعني معاك من سالب تلاتة على الاتنين الى موجب ما لا نهاية. الى كام؟ الى موجب ما لا نهاية. يعني ايه؟ يعني الفترة بتاعتنا يبقى الدومين بتاع الاكس ينتمي الى الفترة من مقفولة طبعا من سالب تلاتة على الاتنين الى موجب ما لا نهاية. وطبعا ما لا نهاية مفتوحة يا باشمهندس. ده حل السؤال الأول في الدومين. طب السؤال التاني على جزئية الدومين، لو عطيني دالة كسرية الدومين بتاعها بقى ايه؟ بيبقى ار فرق اللي علامة السالب دي أصفار المقام. يعني ايه أصفار المقام؟ يعني بنساوي المقام بالايه؟ بالصفر. هنكتب اكس تربيع ناقص أربعة، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى الإكس تربيع بتساوي المطروح منها يروح الجنب التاني مجموع يعني بالموجب بيساوي أربعة. يبقى الإكس بتساوي على الآلة يا باشمهندس بتساوي اتنين أور أو كام أو سالب اتنين يا باشمهندس. يعني كده أصفار المقام معانا إيه؟ أصفار المقام معانا سالب اتنين وموجب اتنين. يبقى ار فرق سالب جوه مجموعة كده سالب اتنين واتنين يا باشمهندس. تمام كده. ايه ده السؤال التاني في الدومين او المجال. نخش على السؤال نخش على الجزئية اللي بعد كده الا وهي الرينج، اللي هو عامل مشكلة لناس كتيرة جدا. طبعا الامتحان بتاعنا يعني هيبقى مثلا حوالي 70% منه ام سي كيو و30% مقالي، فانا هشتغل على النسبة الاكبر ام سي كيو. تمام تمام. فهعلمك ازاي تحل الام سي كيو لو انا ما عرفتش احل. يعني انا طالب في الامتحان جيت سؤال واقف معايا ما عرفتش احله ازاي لو جالي ايه اختياري. تمام. هعمل ده ازاي؟ بيقول لك عايز الايه؟ عايز الرينج للسؤال ده لو كان المجال بتاعي من واحد لحد اربعة. اعطيك فترة يا باشمهندس، بقى نشتغل على الفترة دي في حل السؤال بتاعنا. هنعمل ازاي؟ يبقى عندك التلاتة وقال لك اف اوف اكس اهي. اف اوف اكس بتساوي تلاتة اكس زائد كام يا باشمهندس؟ زائد اتنين. تمام. الفترة بتاعتي من كام لكام؟ من واحد لحد اربعة. من واحد لحد اربعة مقفولة. طب انا جالي السؤال كده يا باشمهندس احله ازاي؟ هعمل ايه؟ هقول لك يا باشمهندس، انا اعطيني فترة، المفروض بالفترة دي هعوض بيها هنا عشان اجيب ايه؟ الفترة دي اللي هي الدومين، هعوض بيها عشان اجيب الرينج. هعمل ايه؟ هاخد اول رقم في الفترة اعوض بيه واشوف إيه اللي هيطلع معايا، واخد اخر رقم اعوض بيه اشوف إيه اللي هيطلع معايا. يبقى الرينج من اول الرقم اللي طلع في الاول لحد الرقم اللي طلع في الاخر. فكك من الكلام، تعال نخش على العملي على طول ونشوف الكلام ده. هنقول اف اوف اكس، هنشيل الاكس ونحط مكانها كام؟ واحد. اف اوف واحد بيساوي تلاتة في واحد بتلاتة زائد اتنين بتساوي كام؟ خمسة يا هندسة. تمام تمام. نخش على اف اوف كام اللي هو الرقم التاني بكام يا باشمهندس؟ باربعة. اف اوف اربعة بتساوي كام؟ الدالة معانا تلاتة في اكس اللي هي تلاتة في اربعة زائد اتنين. تلاتة في اربعة زائد اتنين يا هندسة. تلاتة في اربعة باتناشر زائد اتنين هتساوي اربعتاشر يا هندسة. والرقم اللي طلع معانا في الاول كام؟ خمسة. يعني الرينج بتاعنا من كام؟ من خمسة الى كام؟ اربعتاشر يا هندسة، ومقفولة من الطرفين. هل دي موجودة في الاختيارات؟ اهي يا باشمهندس الاختيار الاول. تمام يا هندسة تمام يا هندسة. نخش على السؤال التاني. هنا مش عاطيني فترة، يبقى انا لازم اول حاجة اعمل ايه؟ اجيب الدومين. تمام يا باشمهندس تمام يا باشمهندس. الدومين هنا عندك كام؟ اكس تربيع ناقص اربعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي رقم ينفع نعوض بيه. ليه بقى؟ لان الدالة كثيرة الحدود
أم، ما علينا، اهي الحدود اهي. الدومين ليها دائما وابدا بيساوي ار، يعني الاعداد الحقيقية كلها. تمام تمام. يعني الدومين بتاع الدالة دي ايه؟ يعني ار. طب بعيدا عن الدومين، يعني ايه دومين اصلا؟ يعني الفكرة بتاع الدومين اللي هي ايه اصلا؟ يعني ايه الرقم اللي ينفع اعوض بيه مكان الاكس؟ هل في حاجة تمنعني ان اعوض باي رقم مكان الاكس؟ لا. يبقى كده الدومين بتاعي ايه؟ ار. تمام تمام. طب ايه هو الرينج؟ يعني الرينج ده اللي هو الارقام اللي هعوض بيها مكان الاكس هتساوي كام، الدالة نفسها هتديني كام. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا لو عوضت بتلاتة، لو عوضت بدومين تلاتة، الرينج هيطلع معايا بكام؟ الرينج هيبقى تلاتة تربيع بتسعة، تسعة ناقص أربعة يدينا سبعة. تسعة ناقص أربعة يدينا خمسة. تمام تمام. ده هو الرينج. طب أنا جالي سؤال زي كده، عايز أعرف إيه الإجابة بتاعتي. طب أنا مش عارف، ما بعرفش أجيب الرينج يا باشمهندس، أعمل إيه؟ بص في الاختيارات هنا بيقول لك إيه، بيقول لك من سالب أربعة لتسعة. عايز تتأكد هل الإجابة دي صح ولا لأ. هعمل إيه يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. هو هنا السؤال معلش كان في غلطة هنا، يعني وانا البي دي اف بيتعمل المفروض دي ما لا نهاية. تمام. يعني كل تسعة هنا تبقى ايه؟ تبقى ما لا نهاية. هنا برضه دي ايه؟ ما لا نهاية. تمام تمام. فهنا السؤال بيقول لك عايز الرينج. طب انا هعمل ايه؟ انا مش عارف. يعني عايز اعوض هنا بارقام، عايز اعرف هل الاختيار ده صح ولا لا. الاختيار ده بيقول لك من سالب أربعة الى كام؟ الى موجب ما لا نهاية. طب هعوض يا باشمهندس، ايه اصغر رقم ممكن يطلع لي من هنا؟ لو عوضت مكان الاكس بكام؟ لو عوضت مكان الاكس بصفر، هنقول صفر ناقص أربعة هيدينا كام؟ هيساوي سالب أربعة. هل في أرقام ممكن تطلع أصغر من كده؟ لأ. يعني السالب أربعة معانا. طب عايزين نشوف الطرف ده، هل ممكن أعوض بأرقام تفضل تكبر تكبر لحد ما لا نهاية؟ أيوة. لو عوضت بمية ألف هيفضل هيبقى رقم مية ألف تربيع ناقص أربعة اللي هو مية ألف. فتفضل الأرقام تفضل تكبر معايا لحد موجب كام؟ موجب ما لا نهاية. فالاختيار ده صحيح. طب تيجي نشوف الاختيار التاني. سالب أربعة لو عوضت بصفر هيدينا كام؟ هيديني سالب أربعة. طب آخر رقم ممكن يطلع معايا خمسة؟ لا، ده أنا لو عوضت بعشرة، عشرة تربيع بكام؟ مية. أنا مية ناقص أربعة ستة وتسعين. يعني في أرقام مش موجودة هنا، يبقى ده غلط. طب نشوف ده. من سالب أربعة لصفر، لا أنا ممكن يطلع معايا أرقام إلى موجب ما لا نهاية. تمام. طب من صفر لموجب ما لا نهاية، لا ده أنا لو عوضت بصفر، صفر ناقص أربعة يديني كام؟ هيديني سالب أربعة، والسالب أربعة مش موجودة معانا هنا. فيبقى الاختيار الأول ده لو معرفتش أحل السؤال يا باشمهندس. تمام تمام يا هندسة. نخش على الجزئية اللي بعد كده ألا وهي السيركل، التركيب. تمام تمام. نخش على سؤال التركيب. بيقول لك اف اوف اكس بتساوي الكلام ده، وجي اوف اكس بتساوي الكلام ده. بيقول لك فايند اف سيركل جي. يعني ايه؟ يعني هنشيل التاني كله ونحط مكان كل اكس في الاول. نشيل التاني كله ونحط مكان كل اكس في الايه؟ في الاول. يعني ايه؟ يعني التاني اللي هو اكس تربيع ناقص اربعة. يعني هنشيل كل اكس من هنا ونحط مكانها ايه؟ اكس تربيع ناقص اربعة. تمام يا باشمهندس. تمام يا هندسة. معلش يا باشمهندسين، في غلطة في الاختيارات، ان شاء الله هصححها في البي دي اف وانزلها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. فهنا الاختيارات مش صح، يعني البرنامج اللي كنت بعمل عليه بيغير حاجات في البي دي اف. تمام تمام. فالاختيارات دول تلاتة غلط. تمام تمام. فهقول لك الاجابه يعني، وهنحل عادي. فايند اف سيركل جي. تمام. قلنا اكس تربيع ناقص اربعة، ودي هنا مفيش تربيع. تمام تمام. اكس تربيع ناقص اربعة ناقص واحد. تمام. الكلام ده كله ماله تحت الجذر. فنقول هيساوي اكس تربيع ناقص اربعة ناقص واحد، يبقى جذر التربيع الاكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص اربعة ناقص واحد يبقى كام؟ يبقى ناقص خمسة. هي دي الإجابة. يعني سؤال سهل جدا. اوف اكس بتساوي اكس زائد تلاتة، وجي اوف اكس بتساوي اكس تربيع ناقص أربعة. بيقولك فايند اف سيركل جي، وعايز الدومين بتاعها. طب يا باشمهندس هنعمل ايه في السؤال ده؟ هقول لك ايه يا باشمهندس. أول حاجة هنجيب التركيب بتاع الدالتين. نجيب التركيب
اف سيركل جي بتساوي، هنشيل الجي ونحطها مكان كل اكس في ايه، في اف اوف اكس. يعني هنقول ايه، هنقول ثانية بس نغير اللون، نختار مثلا اللون ده. هنقول ايه، هنقول اكس تربيع ناقص اربعة زائد تلاتة، اكس تربيع ناقص اربعة زائد كام يا باشمهندس، زائد تلاتة يا هندسة. يبقى هنقول اكس تربيع ناقص واحد. تمام يا باشمهندس، تمام. دي ايه، ده اللي هو اف سيركل جي. تمام يا باشمهندس، تمام يا باشمهندس. بعدين دومين ده بيساوي ايه، دي دالة كثيرة الحدود، الدومين بتاعها ار. هل كده دومين خالص؟ لا يا باشمهندس، بنقول دومين السيركل تقاطع دومين اللي جاي في الاخر. يعني ايه، يعني دومين ده ار، طب دومين تقاطع دومين اللي جاي في الاخر، ايه اللي جاي في الاخر، اف سيركل جي، اللي جاي في الاخر ايه، الجي. فدومين الجي برضه هيطلع معاك ار يا باشمهندس. فار تقاطع ار بيتقطعوا في الاعداد الحقيقيه كلها اللي هي ايه، ار يا هندسه. ده ايه، ده دومين التركيب. فدومين التركيب بيساوي ايه، بيساوي دومين السيركل، دومين جي اف سيركل جي تقاطع دومين ايه، تقاطع دومين اللي جاي في الاخر، اللي جاي في الاخر ده اللي هو ايه، جي، تقاطع دومين الجي يا هندسة. وده حل السؤال بتاع السيركل يا هندسة. نخش على الجزئية اللي بعد كده، اللي هي الدالة العكسية. مهندس يلا بينا نخش على سؤال الدالة العكسية. بص السؤال، الدالة العكسية خطوات ثابتة، فانت بتاخد الدالة نفسها وتعوض الدالة العكسية وتعملها دالة عكسية، حاجات ثابتة. تمام تمام. فهنخش على الدالة اهي، بيقول لك اف اوف اكس بيساوي ايه، بتساوي 3 اكس زائد 2. تمام يا باشمهندس، تمام يا باشمهندس. هنقول 3 اكس زائد 2، وهقول لك هنعمل اف اوف اكس خطوات ثابتة ايه، وهنكتب فيها. تمام تمام. نكبر كده، نجيب القلم بتاعنا، ثانية بس نجيب القلم. تمام تمام. الاف اوف اكس دي هنشيلها ونحط مكانها ايه، واي. تمام، وننزل دالة زي ما هي، 3 اكس زائد 2. انا عايز اخلي الاكس دي ايه، في طرف لوحدها. هنقول ايه، هنودي الاتنين جنب التاني مطروح، يبقى واي ناقص 2 بتساوي كام، 3 اكس. تمام تمام. هنخلي 3 مقسومة هنا عشان نوديها من جنب الاكس، انا عايز اكس الطرف، يبقى الاكس بتساوي كام، الاكس بتساوي واي ناقص 2 على كام، على 3. اخر خطوة معانا يا باشمهندس، هنشيل الواي ونحط مكانها اكس، ونشيل الاكس ونحط مكانها واي. تمام تمام. يبقى دي واي بتساوي كام، بتساوي اكس ناقص 2 على 3. وهنا الواي بتساوي ايه، بتساوي اف اس سالب واحد اكس. تعال نشوف هل ده موجود في الاختيارات يا باشمهندس ولا لا. تمام يا باشمهندس، الاختيار الاول اكس ناقص 2 على 3، الاختيار رقم الف. تمام تمام. وبيقول لك ايه بقى تحت، بيقول لك find the domain and ايه and range. تمام تمام. اللي هو ايه، اللي هو بص انا هقول لك حاجه، هنا بنجيب الدومين من الداله الاصليه. طب انا عايز الرينج بتاع الداله الاصليه، الرينج بتاع الداله الاصليه بيساوي دومين الداله العكسيه. نكتبها لك هنا، دومين اف اوف اكس بيساوي رينج اف اس سالب واحد اوف اكس. ورينج الدالة الأصلية اف اوف اكس بيساوي دومين اف اس سالب واحد ايه اكس. تمام يا باشمهندس، تمام يا هندسة. يعني ايه، يعني انا لو جبت دومين الدالة الأصلية يبقى انا كده جبت ايه، رينج الدالة العكسية. ولو انا جبت رينج الدالة جبت رينج الدالة الأصلية، يبقى انا كده جبت دومين الدالة العكسية. طب هنا مثلا انا عايز مني ايه، ما هو ما حددش. مثلا اقول لك إيه، الاف اوف اكس، هجيب الدومين سهل جدا. طب ولو سؤال غير ده مثلا، كنا ممكن نيجي نجيب الرينج ما نعرفش نجيبه، هنعملها ازاي. اقول لك يا باشمهندس، هنا الدومين ايه، هنا الدومين ار، سهله جدا لان داله كثيره حدود، اللي هي اف اوف اكس بتساوي كام، بتساوي 2 اكس، 2 اكس زائد 3.
الدومين يا باشمهندس بكام؟ الدومين بار. طب انا عايز الرينج هيطلع برضو بار لان هذا لك كسر حدود. طب لو انا مش عارف انها دي ايه، مش عارف الرينج بتاعها، مش عارف يعني مثلا كان صعب معرفش الرينج بتاعها، هعمل ايه؟ اقول لك يا باشمهندس، هنجيب الداله العكسيه اللي احنا جبناها دلوقتي، اف اس سالب واحد اكس بتساوي كام؟ بتساوي، احنا قلنا دلوقتي تطلع بكام معانا؟ تطلع ب اكس ناقص اتنين على التلاتة، اكس ناقص اتنين على التلاتة. هجيب الدومين بتاع الكلام ده، هو نفس الرينج بتاع الدالة الأصلية. تمام، دومين الكلام ده ايه؟ ار، لانها برضو كسرت حدود، دي مقسومه على 3 مقسومه على رقم برضو كسرت حدود، يبقى الدومين بتاعها ايه؟ الدومين بتاعها ار يا باشمهندس. دومين الداله العكسيه هو رينج الداله الاصليه، يبقى ده الدومين بتاعها ار، يبقى الداله الاصليه الرينج بتاعها يبقى اف اوف اكس، الرينج بتاعها بايه؟ بار يا هندسه برضو. تمام تمام. فهنا ايه؟ نخش على السؤال اللي بعد كده. هنا السؤال ده فيه اختيارات. تمام. هنا من اول هنا بظبطها في البي دي اف وهنزلها لك. هنقول هنا decreasing، وهنا نكتب increasing، وهنكتب ايه؟ increasing. تمام تمام. اعمل الاقواس بتاعتك، ودي نخليها كده، ودي نخليها كده. تمام. هنقول هنا من اول اتنين لحد مجمع النهاية، وهنا من اول اتنين لحد مجمع النهاية عن الاتنين معانا. تمام، او مش تفرق يعني. او هنا من هنا من سالب ما لا نهاية لحد كام؟ موجب ما لا نهاية. تمام. هنا السؤال ده بيقول لك ايه؟ انا عايز اعرف الدالة دي تزايدية في الفترة دي او تناقصية في الفترة دي ولا لا، او ولا تزايدية، ولا تزايدية في الفترة دي. تمام تمام. فانا معايا التلات اختيارات، هعمل ده ازاي؟ معايا آلة يا باشمهندس احل بيها السؤال ده، انا مش فاضي احل واعمل خطوات في السؤال. تمام تمام. هنعمل ده ازاي؟ اجيب لك الآلة يا باشمهندس، ثانية بس واحدة. تمام، الآلة معانا اهي. هنكتب الدالة بتاعتنا زي ما هي اهي. الدالة بتقول لك ايه؟ بتقول لك اكس اس 3 ناقص 2 اكس. هنكتب اكس ازاي؟ نكتب الفا، قفلة القوس دي بكام؟ باكس. اكس اس كام؟ اكس اس 3. تمام، ننزل تحت نكتب ايه؟ ناقص، ناقص كام؟ ناقص 2 الفا، اقفل القوس يبقى اكس. تمام. انا عايز اعرف دي تزايدية في الفترة دي او تناقصية. تمام تمام. هقول لك يا باشمهندس نعمل ايه. ثانية بس نعمل كده، نعمل قوس كده عشان ايه تكون واضحة معاك. اول مرة هنعوض هي الاتنين معانا نعوض باتنين ونشوف الناتج كام. نعوض بتلاتة نشوف الناتج كام. لو الارقام بتزيد يبقى تزايدية، لو الارقام بتقل يبقى ايه؟ تناقصية. تمام تمام. طب انا عايز اعوض، هعمل ايه؟ هنكتب كالك اتنين، نكتب يساوي، تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا باربعة، اللي هي اتنين اس تلاتة، تمانية، تمانية ناقص اربعة هيدينا اربعة، هيدينا اربعة برضه اهي. طب هنكتب كالك تلاتة، نكتب يساوي، تطلع معانا بكام؟ ب21. هل الارقام زادت؟ ايوه زادت، يبقى دي تزايديه ولا تناقصيه؟ يبقى دي تزايديه، يبقى ديكريزنج غلط. ارقام زادت يبقى تزايديه انكريزنج. نفس الكلام تحت، هنا نعوض نفس السؤال، تطلع معانا ايه؟ انكريزنج، يبقى الداله دي صح، يبقى ده الاختيار الصحيح. طب نيجي على الاختيار الاخير، بيقول لك تزايديه من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه. معرفش يا باشمهندس، طب هعمل ايه؟ تعال نعوض، مثلا هنعوض بايه؟ هنعوض بسالب اتنين، ونعوض بسالب واحد. تمام تمام. هنكتب كالك سالب اتنين، تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا بسالب اربعة، تساوي كام؟ سالب اربعة. كالك سالب واحد تساوي واحد. كده دي سالب اتنين، رقم صغير، عطينا كام؟ سالب اربعة، رقم صغير. ودي سالب واحد، رقم اكبر من سالب اتنين، عطاني رقم اكبر. هل كده دي تزايدية على طول؟ طب انا يا باشمهندس، طب كده تزايدية، طب انا اعوض بارقامين تانيين عشان اتاكد، لان مثال من انا اعوض مثلا بسالب. كالك سالب 10
بتساوي كام؟ لما اعوض بسالب 10 يديني كام؟ سالب 980. سالب 10 اعطاني كام؟ سالب 900 وكام؟ سالب 980. تمام. طب كالك سالب 9، انا كده بكبر الرقم، المفروض يطلع لي رقم سالب صغير. اعطاني كام؟ سالب 711. تمام. هل كده السؤال بتاعي increasing على طول؟ لا يا باشمهندس. ليه بقى؟ لان في حته هنا تختلف. ليه؟ هعوض لك برقمين في النص هنا. هو الداله بتقول ايه؟ الداله بتقول لك ايه؟ اكس تكعيب ناقص 2 اكس. هعوض بايه؟ هعوض بصفر. وعوض بكام؟ بواحد. معنى الكلام ده المفروض الداله يجرى لها ايه؟ الداله تزيد. لما اعوض بصفر هيديني كام؟ هنكتب كالك صفر تساوي صفر. طب كالك واحد تساوي سالب واحد. تمام تمام. ليه بقى؟ كده تزايدية ولا تناقصية؟ كده تناقصية يا باشمهندس، اعطيني سالب واحد. طب كده ايه؟ في فترة في النص مش معانا في التزايدية. فالمفروض لو الاختيار ده صح كان عمل ايه؟ كان طلعها بره، كان قالك مثلا فرق من سالب واحد لحد واحد. انما هو هنا ما عملهاش. طب انا اعرف ده ازاي يا باشمهندس؟ هات المجال بتاعها. المجال بتاعها بار، هات الرينج بتاعها. تمام تمام. لو ما عرفتش اعوض هجيب المجال وهجيب الرينج. ولو لقيت فترة مش معايا في الرينج، هو الرينج هيطلع ار والمجال هيطلع ار. طب انا مثلا سؤال زي ده مش عارف اعمل فيه ايه. هقول لك يا باشمهندس، لو عوضت بصفر هيطلع معايا بصفر. طب هل ممكن يطلع معايا لو عوضت بواحد هيطلع معايا برقم سالب؟ فده مش معايا، فده هيطلع معايا ديكريزنج. فعلى طول مش على طول الدالة تزايدية، في فترة في النص تناقصية. فيبقى السؤال ده سؤال حلو. هو صعب يجي في الامتحان لانه ملوش قاعدة معينة، فانت لازم تخمن ارقام. بس هو سؤال يعني كويس ولازم تفكر وانت شغال. انما هنا اي رقم هنعوض بيه هيطلع معايا ايه؟ دالة تزايدية. لو حط لك هنا زائد المشكلة اتحلت معاك. ليه بقى؟ لان اي رقم موجب اتعوض بيه هيدينا دالة تزايدية على طول، هيدينا دالة تزايدية على طول. تمام تمام. ده السؤال بتاع الدالة التزايدية والدالة التناقصية. طلعت معايا الإجابة رقم باء، تزايدية من أول اتنين لحد موجب من النهاية. تمام. نخش على السؤال اللي بعد كده، واتمنى تكون فهمت الفكره. لو ما فهمتهاش يعني بص، هو ما تشغلش بالك بالسؤال ده قوي يعني، مش جاي. طب سؤال زي ده بيقول لك اف اوف اكس بتساوي كام؟ بتساوي سالب 2 اكس تربيع. تمام تمام. عايز اعرف الداله دي تزايديه ام تناقصيه وكده يعني. فهعمل ايه؟ اجيب المجال بتاعها. مجال سالب 2 اكس تربيع، مجالها ايه؟ مجالها ار. جبت المجال يا باشمهندس، جبت المجال. اجيب الرينج. الرينج بتاعها كام؟ لو عوضت بصفر هيديني موجب، لو عوضت بسالب هيديني سالب، لو عوضت بموجب هيديني موجب. يبقى المجال، يبقى الدومين الرينج بتاعها من كام؟ من سالب ما لا نهاية لحد كام؟ لحد موجب، لحد صفر. تمام. ليه بقى؟ لان لو عوضت هنا بتلاتة، تلاتة تربيع بكام؟ بتسعة. تسعة في سالب اتنين هيديني رقم سالب. لو عوضت بصفر هيديني صفر، ده أكبر رقم ممكن يطلع. لو عوضت بواحد هيديني سالب اتنين، يعني مستحيل يطلع معايا رقم موجب خالص. تمام. فأنا ده إيه؟ الرينج بتاعي. فهي دي الأرقام اللي هشتغل عليها. هو حتى عطاها لك في الفترات، عطاها لك من سالب ما لا نهاية لحد صفر، أم من ديكريزنج، ولا من صفر لحد موجب ما لا نهاية ديكريزنج، ولا من سالب واحد لحد واحد ايه ديكريزنج. هعمل ايه يا باشمهندس؟ هكتب الفترة بتاعتي واعوض فيها من سالب ما لا نهاية لحد كام؟ لحد صفر. عايز اعرف هي ديكريزنج ولا انكريزنج. هو بيقول لك ديكريزنج، عايز اتاكد هي ديكريزنج ولا لا. هعمل ايه؟ هعوض بسالب اتنين وسالب واحد وصفر. تمام. واشوف الارقام بتطلع معايا. لو الارقام بتكبر يبقى دي انكريزنج، لو الارقام بتصغر يبقى ديكريزنج، تصغر عن تناقصيه. تمام. هنكتب الداله بتاعتنا يا باشمهندس، نمسح الكلام ده كله. هنكتب الداله بتاعتنا بتقول ايه؟ تقول لك سالب اتنين
اكس تربيع. هنعوض بكام؟ قلنا هنعوض بسالب اتنين. سالب اتنين بتساوي كام؟ بتساوي سالب تمانية. هنكتب كالك سالب واحد. ثانية واحدة، ايه ده؟ كالك. طب السؤال اتمسح، هنكتب سالب اتنين تاني الفا اكس تربيع. نكتب كالك سالب واحد يساوي سالب اتنين. هنعوض كالك صفر يساوي صفر. تمام. يعني ايه؟ يعني كل ما نمشي كده الدالة دي مالها بتزيد، كل ما نزود ارقام الدالة بتزيد، يبقى الدالة دي ايه؟ increasing، تزايدية وليست تناقصية. تمام تمام. يعني الاختيار الاول فين عشان بس الآلة. الاختيار الاول كده غلط. تمام تمام. نخش على الاختيار التاني، هنغير لك اللون يا باشمهندس. تمام. هنعوض بارقام، بيقولك من صفر لواحد. انا معايا الصفر اعوض بيه، معايا الواحد اعوض بيه، معايا الاتنين اعوض بيه. هنعوض بصفر ونشوف الناتج، نعوض بواحد ونشوف الناتج، هنعوض باتنين ونشوف الناتج. هنعوض بصفر. اكتب الدالة من تاني، سالب اتنين الفا اكس تربيع. الفا اكس ايه تربيع. هنكتب كالك كام؟ صفر، تطلع معايا بصفر. نكتب كالك، فين كالك؟ اهي كالك. كالك واحد تطلع معايا بكام؟ سالب اتنين. سالب اتنين. طب نكتب كالك سالب كالك موجب كام؟ موجب اتنين، تطلع معايا بسالب تمانية. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني كل ما ازود ارقام كل ما ازود الناتج بيقل. الناتج ماله بيقل؟ يعني ايه؟ يعني بينقص. يعني ايه decreasing؟ يعني هو ده الاختيار الصحيح اللي معانا يا باشمهندس. مش لازم تكمل الاختيارات. تمام تمام. فهذه الإجابة اللي معانا. الأولى طلعت increasing، يعني الفترة من صفر لحد ما النهاية decreasing. من صفر لحد صفر increasing وليس decreasing. يعني لو كتب لك هنا اي ان كان يبقى الناتج صح. تمام يا باشمهندس. تمام يا هندسة. دي الحتة بتاعت الزاوية والتناقصية، وعرفت ازاي بنعملها على الآلة. تمام تمام. نخش على الحتة اللي بعد كده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك سؤال عن الدالة الزوجية والفردية، وده يعني سؤال سهل جدا ومضمون. وهقول لك ازاي تعمله على الآلة ببساطة ويسر خالص جدا يعني. فأنا عايز أتأكد من حلي. أنا حليته يا عم وسهل السؤال بالنسبة لي، فأنا عايز أتأكد من الآلة يا عم. أنا بقول لك إيه؟ بقول لك إكس تربيع. إكس تربيع دي طبعا تزايدية، نفرضها بموجب على إكس تربيع موجب زائد موجب. فموجب على موجب هيدينا ايه؟ هيدينا موجب، يعني الدالة هتطلع معايا هتطلع ايفن. تمام. فانا عايز اتاكد يا عم. معايا الاله، او انا ما اعرفش اعمل الطريقه اللي انت عملتها دلوقتي. همسك الاله بتاعتي واكتب لك اف اوف اكس بيساوي كام؟ اكس تربيع. نعمل القوس بتاعنا الكسر، اكس تربيع على كام؟ على اكس تربيع زائد واحد. تمام يا باشمهندس. تمام. طب انا عايز اعرف الداله دي تزايديه ام تناقصيه، ام ليست تناقصيه وليست تزايديه. هعمل ايه؟ هفرض هنا رقم، اي رقم عندك، مثلا هفرض تلاتة يا عم. هتشوف الناتج كام؟ وهفرض كام؟ سالب تلاتة. هشوف الناتج كام؟ لو طلع معايا نفس الناتج اللي فوق يبقى دي الدالة إيه؟ لو طلع الناتجين زي بعض يبقى دي ايفن. لو طلع مرة الناتج بالموجب مرة بالسالب يبقى دي اود. لو طلع مرة مثلا سبعة ومرة عشرة هيبقى دي ليست زوجية وليست فردية. نظر ايفن رود. تمام. يلا نجرب. نكتب مثلا كالك تلاتة ويساوي، تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا بتسعة من عشرة. تطلع معايا بتسعة من عشرة. هنعوض معانا بكام؟ كالك سالب تلاتة. بنكتب يساوي، تطلع معايا بكام؟ بتسعة من عشرة برضو. اذا يا باشمهندس دي مالها؟ دي ايفن. تمام. ثانية بس نصغر البتاع. يبقى دي يا باشمهندس ايفن. تمام تمام. زي ما احنا قلنا في الاول. طب هنا دي اكس على اكس تربيع زائد واحد. انا هقول لك الحل بتاعها. هنا فوق سالب على موجب زائد موجب
سالب على موجب يدينا سالب. يعني ايه؟ يعني اود. طب تعالى نحلها على الآلة يا باشمهندس، شوفها ايفن ولا اود. هنكتب دالة جديدة معانا، كام اكس على كام؟ اكس على اكس تربيع زائد واحد. نكتب كالك، مثلا نفرض مرة، نفرض كام؟ نفرض رقمين مختلفين، اي رقمين. اربعة مثلا. كالك اربعة تساوي كام؟ تساوي اتنين تلاتة خمسة من مية، من عشر، من ألف يعني. تمام تمام. هنفرض نكتب كالك. أول مرة فرضنا كام؟ كتبنا كام أول مرة؟ كتبنا أربعة. نكتب سالب أربعة يساوي، طلعت معانا نفس الرقم بس بإشارة مختلفة، سالب 0.235. طلع معانا نفس الرقم ولكن بإشارة سالبة. يبقى دي ايه يا باشمهندس؟ يبقى دي اود زي ما احنا قلنا. تمام تمام. دي طريقة الحل على الآلة. طب نخش على الدالة دي. وانا عارف انه معظمكم 90% بيغلط في الحتة دي بتاع الدوال المثلثية. طب هعملها ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك يا هندسة، السؤال ده ايه؟ مضمون في الامتحان، وان شاء الله اللي هيجيبها لك في الامتحان هتبقى ايه؟ هتبقى دوال مثلثية، لانها هي اللي صعبة. فانا بعمل ايه؟ بحلها على الآلة. ازاي احلها على الآلة؟ معاك الآلة يا باشمهندس، احنا بنبقى شغالين عليها نظام ايه؟ ديجري. تمام. فلو هنخش على الدوال المثلثية لازم نشتغل نحول الآلة. بنحول الآلة اللي ايه؟ لراديان. بنحولها ازاي؟ بنكتب شيفت مود أربعة تحولك لراديان. طب اعملها، انا هعملها عندي هنا اهي ديجري، هحولها لايه؟ لراديان. فين راديان اهي. طب عايز اتاكد هي اتحولت ولا لا؟ اكتب ساين 30. ساين 30 المفروض انك حافظها بكام؟ بنص. تطلع لك بسالب 98%، فكده اتحولت. هكتب السؤال اللي عندي. السؤال اللي عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك كوزين اكس زائد ساين اكس تربيع على تان اكس في ساين اكس. طب انا بعرف اعملها كده من غير آلة. هقول لك كوزين اكس هيدينا موجب زائد موجب على كام؟ على سالب ناقص سالب. يعني سالب في سالب سالب في سالب بكام؟ بموجب. يعني هيدينا موجب تحت، موجب فوق، موجب تحت، هيدينا في الاخر ايه؟ موجب. طب انا عايز اعملها على الآلة يا باشمهندس. نكتب الدالة بتاعتنا. هنكتبها ازاي؟ تمام تمام. نكتب كوزين. كوزين ايه؟ كوزين اكس زائد، افتح قوس، ساين اكس الكل كام؟ الكل تربيع على تان اكس. تان اكس في ساين اكس. يا باشمهندس تمام. طب انا عايز اعرف يساوي كام. هنكتب برضه نفس اللي عملناه في الاول. هنعوض مره مثلا ب 8 ونعوض مره بكام؟ بسالب 8. ونشوف هيدينا كام ونشوف هيدينا كام. لو طلعوا الرقمين زي بعض يبقى دي ايه؟ ايفن. لو طلعوا الرقمين مره بالموجب مره بالسالب يبقى دي اود. لو طلع مرة 10 ومرة 1000 وأي حاجة مختلفة يبقى دي ناقص ايفن رود. هنكتب كالك 8 يا باشمهندس. نكتب يساوي يديك كام؟ عطاني سالب بوينت 1 2 3. هنكتب كالك سالب 8. ونكتب ايه؟ يساوي. عطاني سالب 1.1 2 3. يعني نفس الرقم اللي فوق. يبقى الدالة دي يا باشمهندس، يبقى الدالة دي ايفن يا هندسة. من غير ما نقعد نعملها بالخطوات والدنيا دي. يعني سؤال سهل بسيط جدا تعمله على الآلة، صعب جدا لو هتحله بإيدك. تمام تمام. نخش على السؤال ده رقم 4. نفس الفكرة. بص هسيبهولك تحله وتقول لي الإجابة طلعت معاك ايه. هي الإجابة تطلع معاك هنكتب مثلا صاين في تا زائد تان فردية في زوجية. هيدينا فردي فوق على فرد تحت، هيدينا ايفن في الآخر. حل يا باشمهندس على الآلة. لو طلع معاك ايفن يبقى صح، لو طلع معاك غلط يبقى في غلطة عندك في الآلة. راجع السؤال. نحول الآلة بتاعتنا لديجري. وبعد ما تخلص المهندس افتكر انك ترجع الآلة لديجري تاني عشان بتطلع معاك نواتج غلط في الحسابات العادية. تمام تمام. نخش على السؤال اللي بعد كده. الليميت، ألا وهي النهايات. ده سؤال سهل جدا وبسيط جدا وبرضه بنحله على الآلة.
وهقول لك ازاي بنحل على الآلة. بص، هو احنا ممكن نحله من غير آلة. يقول لك اكس تقول الى ما لا نهاية. طب تقول الى ما لا نهاية، بحل السؤال ده ازاي؟ بشوف اكبر اس في البسط او اكبر اس في المقام. لو الاتنين قد بعض زي في السؤال ده عندنا، بيطلع معانا ايه؟ هناخد المعامل على المعامل، يطلع معايا بكام؟ باربعة يا هندسة. طب تعال نشوف الكلام ده على الآلة، وهقول لك ازاي بنعملها على الآلة. ثانية بس عشان نظبط كده، تبقى نخلي السؤال تحتيها عشان نعرف ننقل نحط على الآلة. ثانية واحدة. صلي على محمد. تمام، يلا نبدأ بينا. بقول لك 8 اكس اس 4، 8 الفا اكس اس كام؟ 4، زائد 5 اكس تربيع، 5 اكس تربيع، ناقص 2 على كام؟ على 2 اكس اس 4 على 2 اكس اس كام؟ 4، زائد، انزل تحت بالبتاع، زائد 7 اكس. طب انا عايز اعرف الناتج بتاعي يطلع كام، انا مش عارف هعمل ايه. هقول للآلة ايه؟ حل. يا حل يعني يعني سولف اهي. شوف كلمة سولف اللي هي كالك. هنكتب كالك كام؟ بقول لك تقول له الأمان النهاية، اكتب أكبر رقم عندك على الآلة. أكبر رقم كام؟ 9. نكتب 9 9 9 9 9 يساوي، يطلع معايا بكام؟ طلع معايا بأربعة يا باشمهندس. طلع معايا بأربعة، اللي هو الناتج اللي طلع معايا هنا. تمام يا هندسة؟ تمام يا هندسة. على الآلة من غير ما أعمل أي حاجة، من غير ما أمسك ورقة وقلم، حليت السؤال على الآلة وخدت الدرجة بتاعته ومتأكد منها 100%، عشان ممكن أحلها بإيدي يعني ويطلع فيها غلطة. طب هنا بقول لك ليميت عندما اكس يساوي صفر، ساين اكس تربيع على اكس ساين اكس. انا لو حليت السؤال ده يا باشمهندس بايدي كده، لو عوضت بصفر على طول، ساين صفر يطلع بصفر، صفر صفر على صفر المقام، لازم ايه؟ لازم نحلل او لازم نشتغل بالقواعد اللي احنا عارفينها. فالسؤال ده حله ازاي يا باشمهندس؟ معايا الآلة، ممكن واحله على الآلة سهل جدا. معايا الاختيارات صفر واحد اتنين تلاتة. احل على الآية. انا قلت لك لو لقيت ساين وكوزين وعايز استخدم الآلة، بحول الآلة لايه؟ لراديان يا هندسة. نحول الآلة لراديان. تمام. بنحولها زي راديان، شيفت مود 4، سهل جدا. عايزين نرجعها، نكتب شيفت مود 3. تمام تمام. هنكتب السؤال بتاعنا يا هندسة. هنكتب ايه؟ هنكتب ساين اكس تربيع، ساين الفا في القوس. ثانية بس نكتب تربيع وبعدين نقفل ايه؟ نقفل القوس. على على كام؟ على اكس مضروب في ساين اكس. عايز اعرف الناتج بتاعي بكام، وبقول لك عوض بكام؟ بقول لك عوض بصفر. فهنكتب له كالك صفر. لو عوضت بصفر هيديني ماس ايرور. تمام. هنكتب صفر زيرو 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 واحد، اللي هو رقم قريب من صفر جدا. نكتب يساوي، يساوي يطلع معايا بكام؟ يطلع معايا ناتج واحد. هل موجود في الاختيارات؟ ايوه يا باشمهندس، الاختيار اهو. من غير ما امسك ورقه وقلم، والسؤال اتحل سهل جدا وبكل سلاسه وبساطه. تمام تمام. نخش على السؤال اللي بعد كده. اهو اي اس اكس ناقص واحد على اكس. لو عوضت هنا بصفر هيديني اي اس صفر بكام؟ بواحد. واحد ناقص واحد صفر، صفر على صفر بصفر. طب انا اهو سؤال قدامك اهو، ورينا تحله ازاي من غير الآلة. صعب جدا تحله من غير آلة، سهل جدا نحله بآلة. نجرب نحله بالآلة. اي اس اكس بنعمل ايه ازاي على الآلة؟ بنكتب شيفت لين، كتب لي اي اس كام؟ اس اكس ماينس 1 ناقص واحد على كام؟ على اكس. انا لو كتبت صفر يا باشمهندس الآلة هتعمل لي ماس ايرور، فهنكتب صفر بوينت زيرو 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 واحد يا هندسة. بتساوي كام؟ بيساوي واحد بوينت زيرو زيرو زيرو، اللي هو بالتقريب واحد. بيرجع عندنا واحد من غير اي مشاكل وبكل سهولة. يعني الاشتقاق او النهايات كلها بتعمل على الآلة بكل بساطة، والناتج بيطلع معانا صح 100%. تمام. ده الايه؟ ده النهايات. نخش بعد كده يا باشمهندس على الاشتقاق. الاشتقاق معانا اهو، قواعد ثابتة وقواعد بسيطة بنشتغل عليها وبنحل بيها كل الأسئلة. لو دالة فيها مقام، بيبقى ايه؟ بيبقى المقام تربيع،
هنقول ونرفع فوق المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، وتسيب الدالة زي ما هي. لو جاب لك اختيارات هقول لك نعملها ازاي، بس انا هحل معاك الشهادة المقالي وبعدين ايه، يعني هانت اهي، قربنا نخلص لحد التكامل. فالسؤال معانا اهو، هحاول احلك بسرعة شوية. السؤال ده هنقول ايه، عايزين اف شرطة او واي شرطة. هنعمل ايه، هنقول المقام تربيع اكس اس 3، انا بفكرك بالمنهج يا باشمهندس، زائد واحد الكل تربيع. هنقول المقام اللي هي ايه، اكس اس 3 زائد واحد في مشتقة البسط. مشتقة البسط بكام؟ اتنين اكس زائد اتنين ناقص البسط اللي هو كام، اكس تربيع ناقص اتنين اكس في مشتقة المقام. مشتقة المقام بكام؟ بننزل واحد من الأس، يعني بتضرب الأس في الرقم وتنقص من الأس واحد، يعني اكس تكعيب هنقول تلاتة اكس تربيع. تضرب كام؟ تلاتة اكس تربيع، والرقم الثابت مشتقته بصفر. خلصنا السؤال الأول يا هندسة، بس كده. اه بس كده، وسيبه زي ما هو لو ما طلبش منك ايه، لو ما طلبش منك اختصار. طب لو طلب مني اختصار يا باشمهندس اعطيني اختيارات غير الاختيارات دي، هقول لك هنشيل كل اكس ونحط مكانها اتنين على طول. على طول، يعني اتنين هتشتغل معاك على طول. شيل كل اكس ونكتب مكانها اتنين، بل لما نكتب اتنين مكانها هيديني رقم. هنشيل كل اكس في الاختيارات ونكتب مكانها اتنين، اللي عطاني نفس الرقم اللي فوق يبقى هي دي الاجابه. لو انا ما بعرفش اختصر، تمام تمام. نخش على السؤال رقم اتنين. انا لحد دلوقتي بقول لك تاني، انا بفكرك بالمنهج وبقول لك ازاي تحل في الامتحان. نخش على السؤال رقم اتنين. بيقول لك لين اكس تربيع زائد واحد. مشتقة اللين ايه؟ هقول لك يا باشمهندس، مشتقة اللين واحد على اللي جوه اللين في مشتقة ما بداخل اللين. تاني يا باشمهندس، واحد على اللي جوه اللين، مشتقة اللين نكتب هنا، نكتب ايه، واي شرطة بتساوي ايه، واحد على اللي جوه اللين في مشتقة ما بداخل اللين. واحد على اللي جوه اللين كام، اكس تربيع زائد واحد في مشتقة ما بداخل اللين. مشتقة الكلام ده بايه، باتنين اكس يا هندسة. هي دي الإجابة معانا. كلام بسيط وكلام جميل جدا جدا جدا. السؤال ده اف اوف اكس بتساوي اكس في لن اكس في لن اكس. هقول لك يا باشمهندس دي كام، اكس في لن اكس في لن اكس. طب هي دي تلات حدود، هنقول الاول في المشتقة التاني في التالت زائد المشتقة التاني في الاول في التالت، ده موال. طب ايه ده، لن اكس وده ايه، ده لن اكس، لن في اكس يعني لما نقول اكس في اكس باكس بكام، باكس تربيع. لن اكس في لن اكس ادينا لن اكس الكل تربيع مضروب في كام، مضروب في اكس. كنا واخدين قاعدة جميلة جدا اللي هو لو اللن مرفوع لأس بننزل او بنزحلق الأس جنبيه. تمام تمام. يعني ايه، يعني الكلام ده هو نفس ايه، نفس الكلام ده اللي هو اتنين اكس لن اكس. كلام في منتهى الجمال. مشتقة الكلام ده ايه، سهل جدا. بقت مشتقة ده الاتنين مضروبين في بعض، اللي هي ايه، الاول اللي 2 اكس في مشتقة التاني. مشتقة التاني بكام، واحد على اللي جوه اللن في مشتقة ما بداخل اللن. تمام. زائد التاني اللي هو لن اكس، طبعا الاتنين بتنزل زي ما هي، في مشتقة ما بداخل في التاني في مشتقة الأول. مشتقة الأول بكام، بواحد. لو اطلع معانا كده، طب عايز اختصر الاكس هتروح مع الاكس هدينا كام، هيدينا اتنين زائد اتنين لن اكس يا هندسة. هذه الإجابة النهائية بتاعتي. كلام بسيط وكلام جميل وحاجة في منتهى الجمال. نخش على الدالة الزائدية. تمام تمام. بعملها ازاي، سهل جدا، هي قواعد المفروض تكون حافظها. ساين الانفرس بتساوي
اكس بتساوي مشتقة اللي جوه مشتقة اللي جنب القوسين، او مثلا لو هي قوسين اكس، لو ساين اكس للانفرس، عايز الانفرس بتاعها بعمل ايه؟ بقول واحد على جذر التربيع الواحد ناقص اكس تربيع. لو الكوزين بخليها بالسالب اهي، انا كاتبها لك هنا عشان ايه ما تنساهاش اهي، عشان انا استخدمها في السؤال. كوزين سالب اكس، كوزين انفرس للاكس، عايز المشتقة بتاعتها. المشتقة بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي مشتقة الزاوية اهي على واحد ناقص الزاوية تربيع. طب انا عندك السؤال اهو يا باشمهندس، بيقول لك ايه؟ بيقول لك كوزين الانفرس الكام للخمسة اكس. بنقول ايه؟ بنقول الزاوية مشتقتها بنحطها فوق، مشتقة الزاوية اللي مشتقة الخمسة اكس بكام؟ بخمسة، على الجذر التربيعي، طبعا هنا في سالب، على كام؟ على الجذر التربيعي لكام؟ للخمسة للواحد ناقص الزاوية تربيع. الزاوية تربيع اللي هي بكام؟ خمسة اكس تربيع، خمسة اكس تربيع، طبعا هنا الكل تربيع تمام. فهنكتب هنا يساوي سالب خمسة على كام يا باشمهندس؟ على الجذر التربيعي للواحد ناقص واحد ناقص كام؟ ناقص خمسة وعشرين اكس تربيع. هنشوف الكلام ده موجود في الاختيارات يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس اهو موجود في الاختيارات، الاختيار الاول معانا خمسة على واحد ناقص خمسة وعشرين اكس تربيع تمام. السؤال اللي بعد كده، يعني السؤال ده اكتر سؤال مضمون في الامتحان لو انت حافظ القواعد. حافظ القواعد هتخش في السؤال تطبق فيه اشتقاق عادي جدا وبتخلص الدنيا. نفس الكلام، مشتقة التان انفرس بتساوي ايه؟ بتساوي اكس داش اللي هي مشتقة الاكس مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. طب هنا عندك يا باشمهندس التان انفرس اللي هي اتنين اكس اس كام؟ اتنين اكس اس تلاتة. بنقول ايه؟ بنقول مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية بكام؟ بستة اكس. ازاي ستة اكس تربيع؟ الاتنين مضروبة في الأس، اتنين في تلاتة بستة، ونطرح من الأس واحد يدينا اتنين، يبقى اتنين في تلاتة بستة، ستة ايه؟ اكس تربيع على كام؟ على الواحد زائد الزاوية مربعة. الزاوية مربعة اللي هي كام؟ اللي هي اتنين اكس أس تلاتة الكل تربيع. هنكتب هيساوي كام فوق؟ ستة اكس تربيع على كام؟ على واحد زائد هتربع الاتنين بأربعة، هتربع اكس أس تلاتة هيدينا كام؟ هيدينا اكس أس ستة. هل موجودة في الاختيارات يا هندسة؟ اهي الاختيار الأول يا باشمهندس. كده ايه؟ الدوال الزائدية مش مستاهلة، يعني انت تحفظ القواعد وتطبق فيها وخلص الايه الكلام. عايز ايه؟ نخش على الحتة بتاع إيجاد معادلة الخط المستقيم. ثانية نحفظ كده، نكتب ايه؟ بيقول لك ما هو ميل الخط المستقيم، عايز الام. تمام تمام. لو بعمل ايه؟ بص هنا، ممكن نعمل حاجة، يعني قدامك اختيارين، يا تقول سالب معامل اكس ام اكس، سالب معامل مثلا نقول معامل الاكس بكام؟ بايه، ومعامل الواي ببي. ممكن نقول سالب ايه على كام؟ على بي. او اعمل ايه؟ او اشتق الكلام ده واشوف الواي داش بتساوي كام. هقول لك الطريقتين، بس خلي بالك يا باشمهندس انه هنا لازم الحد المطلق والواي والاكس يكونوا في طرف واحد. تمام تمام. فانا ايه؟ هنقول سالب معامل اكس على معامل واي، سالب معامل اكس سالب خمسة، هنحط لها سالب في سالب بكام؟ بموجب. هيدينا كام؟ هيدينا خمسة على كام؟ على معامل واي، معامل الواي بكام؟ بواحد، يعني ناتج في الاخر هيدينا خمسة. طب انا لو مش عارف اعمل الطريقة دي، يعني هي اسهل طريقة اصلا، هعمل ايه؟ هشتق الناتج، هشتق السؤال اشتقاق الواي بواي داش. انا عايز اصلا الواي داش اللي هو الميل اصلا، يعني المشتقة الاولى بتساوي الميل. الواي داش عايزها السالب خمسة اكس اشتقاقها بكام؟ بسالب خمسة، والعشرة اشتقاقها بصفر، هنقول بيساوي صفر. طب السالب خمسة نوديها الجنب التاني بايه؟ بالموجب، يبقى الواي داش بتساوي خمسة. نفس الكلام يا هندسة، طلعت هنا خمسة وطلعت هنا خمسة، بس اللي فوق اسهل.
سالب معامل س او سالب اكس معامل اكس على معامل واي، يطلع لك 5 يا باشمهندس. وركز في الاشارات، وركز ان التلاتة لازم يكونوا في اتجاه واحد من اللي يساوي. نخش على السؤال اللي بعد كده. سؤال على القيم العظمى والصغرى، تطبيقات على القيم العظمى والصغرى للدالة، وعطيلك دالة وبيقول لك اشتغل عليها. تمام يا باشمهندس، تمام يا هندسة. ثانية بس عشان نجيب القلم. بعمل ايه؟ هقول لك هنا محتاج منك شوية حاجات. عايز القيم الحرجة، ونقط الانقلاب، وفترات التزايد وفترات التناقص، وفترات التحدب لأعلى وفترات التحدب لأسفل. يلا يا باشمهندسين نخش على آخر سؤال معانا إن شاء الله في محاضرة النهاردة. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا مش طالب منك حاجة، انا طالب منك تصلي على النبي بس. عايزين اف عايزين ايه؟ عايزين القيم الحرجة، القيم العظمى، القيم الصغرى، التحدب، نقط الانقلاب، كل حاجة يعني ممكن نجيبها، اللي هو السؤال اللي بنجيب منه الرسمة. تمام تمام. فبنعمل ايه؟ اول حاجة انا لو عايز منك النقط الحرجة، النقطة الحرجة بجيبها من المشتق، من مساواة المشتقة الأولى للصفر. يعني ايه؟ يعني بمسك المشتقة الأولى هنا نقول واي شرطة بتساوي يا باشمهندس، بتساوي 3 اكس تربيع ناقص ناقص كام؟ ناقص 12 اكس. دي بنشتق عادي، بننزل الأس ونضربه في الرقم اللي قدام الاكس، زائد مشتقة 9 اكس بكام؟ ب9، زائد صفر. المشتقة أي رقم ثابت بكام؟ بصفر. هعمل ايه بعدين؟ هساوي المشتقة الأولى اللي أنا كاتبها دي بكام؟ بصفر. تمام يا باشمهندس، تمام. ثانية نجيب القلم نكتب بيه عشان الخط. تمام. هنقول ايه؟ هنقول صفر بيساوي 3 اكس تربيع ناقص 12 اكس زائد 9. تمام. انا عايز ايه؟ عايز النقطة الحرجة. النقطة الحرجة بجيبها ازاي؟ بجيبها من المشتقة الأولى، مساواة المشتقة الأولى بصفر. فأنا عايز قيم الإكس، هعملها ازاي؟ معادلة بنحلها على الآلة، هيطلع لها قيمتين. هنمسك الآلة بتاعتنا ونكتب ايه؟ هنكتب المعادلة بنحلها ازاي على الآلة؟ نكتب ايه؟ مود 5. طب ثانية بقى عشان ايه نشوفها ازاي على الآلة. أيوه اهي، دي إكس تربيع صح. هنكتب 3 يساوي سالب 12 يساوي 9 يساوي. هنكتب كمان مرة يساوي، تطلع لك بواحد. نكتب هنا واحد، نكتب كمان مرة يساوي 3. يعني الإكس الأولى بواحد والإكس التانية ب3. طيب يا باشمهندس ازاي بعملها على الآلة؟ بكتب مود 5 3 في الآلة بتاعتك، طلع لي الناتجين دول. تمام تمام. طب أنا عايز أعرف قيمة الواي عشان تبقى نقطة. النقطة تبقى متكون من إكس وواي. أدي الإكس معايا، أدي الواي هجيبها، والواي هنا هجيبها. نكتب يساوي، نعمل فرق شرطة بس ونكتب ايه؟ يساوي. تمام يا هندسة، تمام يا هندسة. طب الواي بجيبها منين؟ بعوض هنا، هتاخد صفر قد كده. ليه بقى؟ لان انا بعوض لما اجيب الواي في نقط الانقلاب او النقط الحرجة، بعوض في الدالة نفسها. يعني ايه؟ يعني هشيل كل اكس من هنا واحط مكانها واحد، هجيب ايه؟ هجيب الواي. هشيل كل اكس من هنا واحط مكانها 3، هجيب الواي. تمام تمام. اعملها مع نفسك. تمام ماشي. جبت الواحد وجبت التلاتة، عايز اعرف القيم العظمى والقيم الصغرى. هشد خط اعداد كده، اكتب هنا الرقم الصغير الواحد، واكتب هنا الرقم الكبير اللي هو التلاتة. اعوض برقم اصغر من الواحد، واعوض برقم بين الواحد والتلاتة، واعوض برقم اكبر من التلاتة عشان اعرف هنا موجب ولا سالب، وهنا موجب ولا سالب، وهنا موجب ولا سالب. اعوض بكام؟ مثلا بسالب، او اعوض بصفر. اسهل رقم عندك. فين الدالة؟ فين المشتقة الاولى؟ هي المشتقة الاولى اهي. نعلمها لك عشان ايه تكون واضحة عندك اهي. ثانية واحدة، هو مش عايز يعلم بس ما علينا، ما بيعلمش على الحاجات المكتوبة بخط اليد. اه طيب ماشي. هحط لك جوه مربع بلون تاني اهو. نعمل كده. تمام تمام. دي المشتقة الأولى، فأنا عايز أعوض فيها عشان أعرف اللي هنا هعوض بصفر أصغر من الواحد.
هنا صفر وهنا يديني صفر وهنا يديني تسعة، رقم موجب ولا سالب؟ موجب، هيطلع معايا هنا موجب. تمام تمام اهي موجب. عوض برقم بين الواحد والتلاتة، مثلا نفترض ان مثلا اتنين، بس رقم عندك بين واحد والتلاتة يطلع معانا. حط على الآلة يا باشمهندس، هيطلع معاك ايه؟ رقم سالب. عوض برقم اكبر من التلاتة هيطلع معاك موجب. وفي اغلب الاحوال 99% من المسائل يطلع معاك لو طلع الطرف ده موجب هيطلع الطرف ده زيه موجب، هيطلع في النص عكسهم. تمام تمام. ما علينا. لو انا عايز ارسم خطوط دلوقتي، ده موجب يعني الدالة بتطلع لفوق بتزيد اهي، بتزيد لحد هنا كده. تمام تمام. ده لحد ايه؟ لحد الواحد. ده ايه؟ ده سالب يعني الدالة بتنزل تاني، تفضل تنزل تنزل لحد كام؟ لحد التلاتة. تمام. لحد هنا اهو. بعدين ده موجب فالدالة بتفضل ايه؟ تزيد الى ما لا نهاية. طب انا دلوقتي عايز اعرف الواحد ده، الاكس لما يكون بواحد، قيمة عظمى مطلقة ولا قيمة صغرى مطلقة؟ لو عندي الواحد مرفوعة لفوق كده شوية يبقى دي ايه؟ عظمى. تمام. لو نازلة لتحت زي عند التلاتة كده يبقى دي ايه؟ صغرى. انا شديت الخط، لو موجب بشد الخط لفوق، لو سالب بنزل الخط لتحت. طلع عند الواحد يا باشمهندس ايه؟ فوق اهي، يبقى دي ايه؟ ماكسيمم. تمام تمام. طب جينا عند التلاتة يا باشمهندس، ماكسيمم ولا مينيمم؟ مينيمم. ليه بقى؟ لان البتاع لازقه فيها لتحت اهي، صغيره لتحت. تمام. يبقى هنا ايه؟ مينيمم. تمام يا هندسه. تمام. طب عايز اعرف فترات التزايد وفترات التناقص. فترات التزايد وفترات التناقص بعرفها ازاي؟ اللي موجب تزايد والسالب تناقص والموجب تزايد. يعني هنا من سالب ما نهاية لحد الواحد تزايد، ومن واحد لحد تلاتة تناقص، ومن تلاتة الموجب ما لا نهاية ايه؟ تزايد. يعني ار فترات تزايد ار فرق كام؟ فرق من واحد وما كانش معايا الواحد، من اول واحد لحد كام؟ لحد التلاتة. تمام تمام. increasing. من واحد لتلاتة يبقى يطلع معانا ايه؟ decreasing. تمام تمام. كده جبت ايه؟ النقط الحرجة اهي، وجبت فترات التزايد وفترات التناقص، وجبت النقط الماكسيمم والنقطة المينيمم. هجيب ايه؟ هجيب نقاط الانقلاب. نقاط الانقلاب بجيبها ازاي؟ بجيبها من المشتقة الاولى، من المشتقة التانية يا باشمهندس. يعني شايف الدالة دي يا باشمهندس؟ هشتقها كمان مرة، اقول واي داش ده دبل داش بتساوي ايه؟ بتساوي عندك المشتقة المشتقة دي 3 اكس تربيع، مشتقتها بكام؟ بستة اكس. اللي هو بننزل الأس تضربه في الرقم وايه، وتنقص من أس واحد بستة اكس ناقص 12. بس بعمل ايه بعدين؟ بساوي المشتقة دي بكام؟ بساويها بصفر. يبقى 6 اكس ناقص 2 ناقص 12 بيساوي كام؟ صفر. يبقى الاكس هتطلع معانا بكام؟ هتودي ال 12 جنب تاني مع عكس الاشارة. ادينا 6 اكس بتساوي 12، هنقسم على 6 بقى الاكس هتساوي 2 يا هندسة. تمام تمام. ونشد خط الاعداد بتاعنا، نشد خط الاعداد كده، ونحط هنا كام؟ 2. 2 اهي. ونعوض برقم اصغر من الاتنين، مثلا هنا صفر. تمام. عوضت بصفر. نشوف الدالة اهي، او المشتقة التانية اهي، عوض بصفر. صفر لما عوض بيه هنا هنقول 6 في صفر بصفر ناقص 12 يدينا سالب. هنا سالب هنا سالب هنا سالب، وهنا موجب موجب موجب. تمام تمام. عايز اعرف دي تحدب لاعلى وتحدب لاسفل، يعني من سالب ما لا نهاية اهو، نكتبها هنا عشان مفيش مكان. من سالب ما لا نهاية لحد الكام؟ لحد الاتنين. لحد الاتنين. عايز اعرف تحدب لاعلى وتحدب لاسفل، هو طالع معايا بكام؟ طالع معايا بسالب. طالما سالب يبقى تحدب لاعلى، عامل كده، بيعمل كده. طب من اول الاتنين لحد الموجب ما لا نهاية كام؟ موجب موجب موجب، بيبقى عامل كده. لا بقى العكس، يعني عند تحدب لاعلى بيعمل كده، تحدب لاعلى كده، تحدب لاعلى. يعني الحتة دي فوق الموجب بيعمل كده،
تحدب لأسفل. تمام يا باشمهندس؟ تمام. ونقطة 2 دي الاكس ب2، عايز الواي هروح اعوض في الدالة الأصلية فوق، هجيب منها الواي 2، وهنا هيطلع ايه؟ نقطة انقلاب يا هندسة. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، فيها كل اللي احنا خدناه ما عدا التكامل. يعني كده مشيت لك على كل جزئية، يعني ما فيش حاجة ما مشيناش عليها في المنهج بتاعنا. كل جزئية شرحت لك وخدتها، جات لك عليها أسئلة. وكده نبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وأتمنى أكون قدرت أفيدكم ولو معلومة بسيطة. وأنا هنا بقى أحب أقول لكم إن أنا ما كنتش بشرح أفكار عالية أو حاجة، لا، أنا كنت بفكرك بالمنهج، بقول لك ازاي تحل في الامتحان. يعني انا جالي سؤال ما عرفتش احله، قلت لك طرق ممكن تحل بيها الاسئله اللي ما عرفتش احل بيها. فيا رب اكون قدرت افيدك ولو معلومه بسيطه. وفي النهايه ما تنساش تصلي على خير انام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.